اهلا ومرحبا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من رحلتنا في تغيير مسارنا للاحسن. انا محمد غريب وده برنامج مسار. مسار ياخدك ومسار يجيبك من نقطه الصفر للعالميه ومن اللاشيء لنجاحات وانجازات مكسره الدنيا. كل ده هتوصل له لما تفهم انك اول ما تحب شغلك هتفشل فيه. هتحب شغلك حب واعي وناضج ومتزن هتنجح فيه بجدارة، لكن هتحب شغلك لدرجة ممكن تتعمي عن اللي بيحصل حواليك أو تتشد، حبك لشغلك يشدك عن التطورات ووتيرة الأحداث اللي بتحصل حواليك ومتغيرات الأحداث. ده ممكن يجبرك إنك لازم توقف شغل فجأة في المجال ده وتبدأ حاجة جديدة فورا، وإلا البديل إنك هتفشل فشل ذريع. فالتمسك بالمسارات ومرونتك في اختيار مساراتك لازم يكون على درجة معينة من الوعي. يعني مثلا لو انت خلاص اخيرا بعد طموحات واحلام ما كنتش بتعرف تنام منها الليل، فتحت الشركة اللي بتحلم بيها، بس قدمت خدمة او منتج لا هم مناسبين للسوق المحيط بيك ولا حتى للجمهور اللي حواليك. على سبيل المثال يعني لو انت بقى يا معلم ما عملتش في لحظتها تيرن اوفر وبدأت في تقديم منتج يناسب السوق او الكاستمر او الكونسيومر بتاعك، يبقى هتخسر وفي اقل من شهور ممكن تنهار تماما. بس لو تكيفت مع الوضع وقدرت تلبي احتياجات السوق والجمهور وغيرت من مجالك كله، لو اضطريت حتى انك تغير المسار بالكامل بما يتوافق مع السوق واللي عايزه وطلباته وجمهوره واحتياجاته، هتكون فهمت اللعبة صح. لأن اللي بيكسب وقتها لا هو الأقوى ولا الأشطر ولا الأذكى، اللي بيكسب هو اللي بيقدر يتكيف مع الظروف والاحتياجات اللي حواليه. طبعا مش هتعرف تنجح وبسهولة غير في مصر، قولا واحدا. ليه؟ عندك فكرة مش كده؟ في حلم ومشروع في دماغك بتسعى كل السعي علشان تحققه مظبوط. طيب خليني اقول لك ومن الاخر انك مش هتعرف تنجح وبسهولة غير في مصر، وده بشكل قاطع. وخليني اقول لك الاسباب. النجاح في مصر سهل وسهل الوصول ليه على عكس اي بلد اوروبية تانية. شعب مصر على الرغم من انه شعب بسيط الا انه ذكي جدا جدا جدا، وبيقدر المنتج والجودة العاليين وبينجذب ليهم بشكل تلقائي. على فكرة ده غير انك سهل تبقى مميز في السوق المصري، ومش لقلة المميزين فيه ولكن لكثرة الطبيعي او الخدمات اللي بتتقدم بشكل عادي، فسهل انك تتميز. احنا بلد كبير، عدد كبير، ايا كان المنتج او الخدمة او الفكرة اللي عايز تقدمها للسوق هتلاقي اللي يطلبها. انت لو خدت كام كورس انجليش وبقى معاك كام لغة تانية تساعدك، خلاص كده يا معلم انت عديت 60-70% من كاريرك. خلاص الباقي بتبقى اكسبيرينس وبتقدر تصول وتجول في السوق المصري. لكن بره ده اقل من الطبيعي. انت لو قدمت حل وبيتعمل بره لمشكلة قائمة بالفعل وقدرت تنفذ ده هنا بالشكل المظبوط، يعني طبقت خدت بيزنس موديل من بره ودخلته البلد وجربت، صدقني هتنجحوا بسهوله. واثبتنا ده بالدلائل في جميع حلقاتنا على مر الثلاث شهور اللي فاتوا برجال الاعمال اللي جبناهم. كانوا كلهم افكار بره الصندوق، وكانت مجرد افكار قدرت تجذب استثمارات وبفلوس كتير جدا. فهي دي الفكره، انك تكون مرن، شايف المسار الصحيح، قادر تحدده بسهوله وتقدر توصل لحاجه فيه. مصر سوق مستوعب جدا جدا للافكار الجديده والمختلفه، وقادر ومصر قادره تنجح الافكار في فترات زمنيه يمكن اقصر من بلاد تانية حوالينا كتير. يعني اهم حاجه بس انك تفهم قاعده مهمه جدا، انك لو قررت تنجح في السوق المصري لازم 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 تحترم عقليه جمهورك وتسد ودانك عن كل المحبطين، لانك طبيعي هتقابل كتير منهم. اختيار المسار الصحيح ليس بالساهل، ولكن بالتجربة يمكنك تحديد مسارك الصحيح. معانا في حلقة النهاردة الدكتور المهندس محمد
جريدة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 2 بي للبيع بالتجزئة وبيع الإلكترونيات، وده واحد من أقوى الشخصيات الاقتصادية في مصر، وعنده قصة أكيد ممكن تأثر في مسارك. خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في أي حتة.